السلام عليكم. يا مساء الفل عليكم يا احلى متابعين. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم. كل سنة وانتم بصحة وسلامة. دلوقتي احنا العصر بقى وداخلة المطبخ. انا لا مش العصر، يعني بعد العصر حوالي الساعة 5 الا ربع كده. كنت في مشوار برا، وانا جاية بقى لقيت ابني وولاده جايين يفطروا معانا. فكانت الساعة تقريبا 5، داخلة على 5. فاعمل ايه دلوقتي بقى؟ قلت بسرعة أفكر. أنا عندي كفتة في التلاجة وعندي لحمة وكده، فقلت أنا هطلع كيسين كفتة، وهطلع اللهم صل على سيدنا محمد كيسين مخروطة. هعمل مخروطة وكفتة، وأطلع كيس لحم. فبسرعة بقى الوقت، بس الوقت معايا ضيق خالص، يعني احنا الساعة 5 اهوت، والقرآن نص ساعة القرآن هيبدأ. فانا بقيت الف، يعني انا بلف حوالين نفسي كده اشوف ان انا هلحق اخلص ولا ايه. انا لو احنا لوحدنا مش هيهمني، يعني احنا على ما نصلي المغرب ممكن نفطره. لكن بقت ابني وولاده ومراته وكده، فانا قلت بسرعة بقى جدعاني ان شاء الله. ربنا هيساعدك ان شاء الله. فقلت بقى احط اول حاجة ابدأ بيها، احط الصلصة. اعمل اقلل بصلة. انا بعمل البصل بقى ما بحبهوش يعني لونه غامق. انا بحب البصل يدوب يتشوح كده بس كده، واحط عليه الطماطم. فبدأت الاول بقى كده بايه، بالبصل والطماطم بقى. ما شاء الله كده، جايبه طماطم معايا وانا جايه طيبه وحلوه. فقلت هبدأ بقى بالكفته الاول. ان شاء الله ربنا يسهل كده. هشوح اللحمه مع البصل. هبدأ بقى اشوح لحمة كده مع البصل. هعمل بسلة. انا كده بقى هعمل بسلة. فكنت جايبة بسلة خضرة معايا من السوق. بسرعة فرطت البسلة وقطعت الجزر. قلت هعمل بسلة. وهزود بقى طبعا لما يبقى حد زيادة الواحد بقى يزود حاجة تانية، وهطلع كفتة برضه. فانا هعمل البسلة كده. بدأت كده في البسلة. هشوح البصل مع البسلة. اه وبعدين قلت ان شاء الله ربنا هيساعدني ان شاء الله، لان خلاص فاضل ساعة على المغرب كده، باقي ساعة بالظبط. حطيت بقى البصلة اتشوحت، ورحت حاطة عليها اللحمة، وحاطة شوية فلفل اسود، وشوية 7 بهارات وكده، وحبة ملح. ورحت مشوحة بقى البصل باللحمة بكده يعني. فقلت انا هعمل بسلة فريحي، وهنا هعمل الكفتة بقى. كده هقلل الكفتة برضو. قلت هعمل بصلاية صغيرة وفصين توم، عشان اسبك الصلصة بتاعت الكفتة فريحي، وهعمل الطماطم بتاعتهم مع بعض في الخلاط. سبت اللحمة بقى مع البصل طبعا، عشان اللحمة بتاخد سوا عن البسلة. فاللحمة الأول تتشوح كده، وبعدين أحط عليها الطماطم. وتكون البصلة التانية بقى لما تتشوح، والثوم بتاع الكفتة. قلت بس هشوح بقى دولت كده، والطماطم معايا الاتنين جاهزة. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، يا أحلى متابعين في كل مكان، حبايبي في كل مكان. كل سنة وانتم بصحة وسلامة. رمضان والله كريم، ورمضان كله بركة، ورمضان خير. ربنا يجعله رمضان سعيد عليكم يا رب. حبايبي متابعيني في كل مكان، كل سنة وانتم بصحة وسلامة. فالواحد بقى دخلت بقى يا رب الحق، وعمالة مستعجلة بقى على الآخر. وقالوا لي ما تستعجليش نفسك، احنا ممكن نفطروا عادي من اللي انتوا هتفطروا منه. فقلت لهم ان شاء الله الفطار هيكون جاهز ان شاء الله، حتى لو هوضب العصير وكده. فاحنا بنبدأه بالعصير، والفطار بيتحط. انا بحب احط الفطار دايما مع اذان المغرب عشان يبقى سخن. فان شاء الله هلحق ان شاء الله. فجدعنت بقى بسرعة. الصلصة بتاعت الكفتة على النار، والصلصة والبسلة واللحمة والصلصة بتاعتها بتتسبك مع بعضها.
فاضل لي بقى ايه، طلعت كيسين مخروطة، فانا عايز المخروطة اللي هي بتبقى جاهزة ما بتاخدش طبخ بخار ياما، يعني بتبقى ما شاء الله، يعني بتاخد على طول على طول بتستوي وكده. فقلت بقى ايه دي، هحط شوية شطة، عندي علبة شطة كده هريسة على الصلصة بتاعت الكفتة، وشوية برضو حطهم للبسلة. فانا يعني ما شاء الله عيني على ده وعلى ده. وقلت اعمل حاجة تانية بقى وانا واقفة كده، اعمل العصير بقى. يعني المفروض ان انا ايه اخلص كل الصلصة على النار، اعمل حاجات اللي هي الحاجات الخفيفة ديت، في ريحهم يعني. فان شاء الله كده ربنا بيساعد، ورمضان كله بركة وخير، وبيحلو شلة باللمة والله بجد. ويبقى الفطار مع بعضنا كده، والفطار متجمعين، احلى حاجة. احلى حاجة لما يكون معاكي حبايبك، ومعاكي قرايبك، ومعاكي، وبيبقى فيه لمة في الفطار كده، بيبقى احسن فطار واحسن يوم والله. انا ما كنت يعني ما شاء الله يعني آه، حاسه كده، يعني ان انا فعلا والله بجد الواحد بيحس كده ان هو ربنا بيقويه لما يكون عنده ضيوف ويكون عنده حد جاي، ربنا بيقويه. قلت اجيب المانجا بقى واعمل عصير وانا واقفه، عشان اختصر الوقت، يعني عشان ايه، دي هضربها احطها في التلاجة، خلاص العصير ايه يبقى خلص. كل سنه وانتم طيبين وبصحه وسلامه يا احلى متابعين. ما تنسوش بقى اللي مشتركش يشترك مع طبخة هنية. يعني جدعانوا بقى معايا كده عشان يفعلوا القناة يا أحلى متابعين. يا جدعانوا يا رب كده، ربنا يجعلها سنة سعيدة عليكم يا رب. وجدعانوا معايا عشان الواحد يفرح بتفعيل القناة كده. كده خلاص الكفتة كانت اتسبكت بقى، وحطيت الكفتة وخلاص. فقلت بقى جبت المصفى وحطيت مية تتبخر الأول، المية غلت في الحلة، والمصفى بقى حطيتها، وحطيت المخروطة بقى ديت من السوبر ماركت، مخروطة بس جميلة. فأنا بسيبها بقى كده لغاية يعني تقعد بقى ايه، آه حوالي نص ساعة كده، واردها بقى اجيب لها شوية شوربة، وارد المخروطة بقى كده تاني، واحط مية بقى في الحلة تاني، وتتبخر المية تغلي تاني، واحط وارد المخروطة نص ساعة تانية كمان. فبتبقى ما شاء الله جميلة كده. خلاص البسلة بقى ايه، انا خلاص حطيت البسلة في الصلصة والمخروطة كده بتتبخر على النار. فقلت بسرعة بقى ان شاء الله، يعني البسلة خلاص قربت اللحمة تستوي اهي، وما شاء الله يعني ربنا بيسهل. فكده بقى خلصت الفطار ولحقت الحمد لله اهوت، وحطيت الفطار. كل سنة وانتم طيبين وبصحة وسلامة، واتجمعنا وقعدنا فطرنا مع بعض، وفطار سعيد والله. كل سنة وانتم بصحة وسلامة يا أحلى متابعين. ما تنسوش اللايك والاشتراك. اشتركوا بقى مع طنط هويدا. كل سنة وانتم طيبين يا أحلى متابعين. ايه رأيكم بقى في الفطار؟ ما خدش ساعة بجد والحمد لله، وخلصت اهوت. عملت رز كمان، سلقت رز للي ما بياكلش مخروطة، والحمد لله.